السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هعمل معاكم كده أكلة على السريع. احنا هنا الساعة 12 بالليل. طبعا أنا من الناس لما ببقى سهرانة كده بحب وأحس إن أنا جعانة بحب أعمل أي اختراعات كده وأنا قاعدة. طبعا هو ده مش اختراع ولا حاجة، هي حاجة يعني سهلة وبسيطة ومتوفرة في البيت. أنا حبيت أستغل الحاجات اللي عندي. هنا كان عندي قطعة فراخ، دي كانت في التلاجة متحمرة. وما كانش حد يعني عايز ياكلها وكده، وكانت ناشفة قوي في التحمير. جبت هنا كان عندي كيس مكرونة الملكة، خدته مع صلصة وفلفل ألوان وفلفل أخضر وحبة بقى ملح وبهارات وكمون وشطة. وقلت بقى ايه اعمل بقى المكرونة السريعة دي كده بالليل وانا سهرانة يعني. هنا بقى جبت عندي حلة، حطيت فيها حبة مية وحبة ملح وزيت. وبعد كده بقى كسرت المكرونه قطعتين. طبعا حابه تسلقي المكرونه كلها براحتك، بس طبعا بتبقى طويله قوي، ولما بتيجي تاكليها الاسباجيتي بالذات بقى طبعا بتبهدل الدنيا، فانا علشان كده بحب ان انا اكسرها بصراحه. هنا بقى عندي سبت طبعا هنا المكرونه تغلي على النار. هنا بقى جبت عندي هنا طاسه، حطيت فيها فصين توم. وطبعا أنا هنا ما حطيتش بصل، انا حبيت يعني ان انا ايه اعملها يعني بالثوم افضل يعني، فطبعا ما كترتش، دول كانوا فصين بالظبط. هبدأ بقى طبعا ان انا اشوح الثوم هنا لحد ما لونه يصفر كده والريحة بتاعته تطلع. طبعا انا يعني من الناس اللي بفضل الثوم، بحب احطه في اغلب الاكلات يعني، وخصوصا المكرونة بيديها نكهة حلوة. هنا بقى نزلت بقطعة الفراخ. طبعا هي ما كانتش قطعة كبيرة ولا حاجة، دي كانت باقية من فراخ عندنا، وطبعا عشان كانت متحمرة قوي وقعدت في التلاجة يوم فنشفت. فانا بقى قلت ادخلها في المكرونة بحيث ان هي ايه حرام يعني بدل ما تترمي، انتوا عارفين الحياة غالية، فحرام ان احنا ايه نهدر حاجة زي كده. فقلت بقى ادخلها في المكرونة. طبعا انتي لو عندك كمان اطفال ما بياكلوش الفراخ او مثلا باقي منهم قطع فراخ، بدل ما ترميها تقدري طبعا انتي تقطعيها وتحطيها في قلب مكرونة رز اي حاجة يعني تعملها اعادة تأهيل من اول وجديد. هنا بقى نزلت بالفلفل الالوان والفلفل الاخضر. هبدأ بقى طبعا ان انا اشوحهم في الفراخ لحد الفراخ ما تدبل كده شوية. كل ده طبعا وانتي بتقلبيها على البوتاجاز علشان ما تسيبيهاش وانها تتحرق منك او تنشف. يعني احنا عايزين نحاول ان نخلي برضو الفلفل مع الفراخ ينزلوا الصوص الخفيف كده اللي موجود فيهم يعني. طبعا اكيد في ناس كتيرة زي بيحبوا لما يبقوا سهرانين بالليل كده يعملوا اي اختراع، بس انا عشان بعشق المكرونة فدي من اكتر الحاجات اللي انا بحب اعملها وانا سهرانة يعني. وبتحس ان بيبقى ليها طعم تاني مختلف عن اي مكرونة بتعمليها بالنهار، سبحان الله يعني. طبعا هنا كان عندي قطاية، نزلت بيها بقى على الخليط ده عشان يعني انا قلت اضيف القطاية هنا هتديها طبعا طعم احلى، عشان كمان الفراخ كنت عايزة اعملها يعني زي الشاورما كده في الاول، بحيث انها تبقى المكرونة واخدة من طعم الفراخ اكنها يعني شاورما يعني. فنزلت هنا بقى بالقطاية والتوابل بقى اللي معايا، وبدأت ان انا اقلب فيها اكني هعمل شاورما عادي جدا يعني. طبعا لو انتي ما كنتيش بقى حابه، انا هنا كان عندي يعني كيس صلصه وكده نزلت بيه على الخليط ده، بس لو انتي طبعا مش حابه تحطي الصلصه وكنتي حابه ان انتي تسيبيها كده وتحطيها على المكرونه هتبقى جميله برضو واخف يعني. بس انا بقى عشان طبعا بحب الصلصه في المكرونه فانا ضفت لها كيس صلصه. انما انتي لو حابه تسيبيها كده وتنزلي على المكرونه كده بيها هتبقى خفيفه جدا على فكره، وهتبقى لذيذه كمان يعني. هنا بقى نزلت هنا بكيس الصلصة. طبعا انا مرضتش اضرب قوطة بالليل بقى، انتوا عارفين صوت الخلاط وكده وكان الوقت متأخر، فقلت بقى انا عندي صلصة استسهلت يعني. هنا بقى هدي عليها البوتاجاز واسيبها بقى لحد ما تفك خالص وتتسبك، وادتني بقى القوام ده. ما تحاوليش انت طبعا تخففيها عن كده، ده القوام ده هيبقى مناسب جدا ليها وحلو يعني. ولو انت بقى حابة تخففي طبعا ده براحتك يعني، حاجة ترجع لك. هنا بقى هنزل بقى بالمكرونة طبعا بعد ما صفيتها. طبعا انا مش هاكل كل كمية المكرونة دي لوحدي اكيد يعني، بس انا ما كنت سهرانة لوحدي، فقلت بقى اعمل الكيس بقى كله عشان لو اي حد يعني حابب ان هو ياكلها معايا وكده.
انا في الغالب لما بكون سهرانه لوحدي ومفيش حد معايا وعايزه اعمل حاجه زي كده بعمل على قدي، يعني مثلا ممكن اخد نص الكيس. انما طبعا عشان ماما كانت سهرانه بقى معايا وكده، فقلت بقى ايه، انا هعمل الكيس كله عشان اللي يحب يعني يجرب ويدوق وكده. بس بصراحه كان طعمها جميل جدا، ويعني استفدنا بقطعه الفرخه اللي كانت هتترمي في التلاجة. هنا بقى طبعا لو عندك اي اطفال زي ما قلتلك، او اي حد مثلا مش حابب ان هو مثلا ياكل الفراخ البايته او اللحمه البايته، تقدري تدخليها له زي ما قلتلك في مكرونه، او تدخليها مثلا في رز بالخضار، اي حاجه. المهم ان هو ايه، تعمل لها اعاده تاهيل من اول وجديد، وفي نفس الوقت برضو ان انت تستفادي بيها وحرام ما ترميهاش. طبعا المكرونه كانت غامقه عن كده، بس هي الاضاءه. بس بصراحة كان طعمها كان جميل جدا جدا بصراحة، وعجبتني، وهعتمدها على طول. كل ما يبقى عندي قطعة لحمة او فراخ بايتة هعمل فيها كده بصراحة، لان كان طعمها جميل جدا يعني، اكنك بتاكلي مكرونة بالشاورما بالظبط. طبعا اتمنى لو الوصفة عجبتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا لكم، واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم.